ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة كيموتك. في الحلقة دي هنجاوب على كل الاسئلة اللي جات لنا من المتابعين. بس قبل ما نبدأ كنت عايز اشكركم على دعمكم ليا والتعليقات الايجابية. الحاجات دي بتساعدني استمر وابقى نفسي اعمل فيديوهات جديدة. بس عايز اطلب منكم طلب. اكتر من 97% من اللي بيتفرجوا على القناة اصلا مش مشتركين، فاتمنى تشتركوا لان كده عدد المشتركين هيزيد اضعاف. أول سؤال من انونيموس بيقول: مين أحسن، الجي تي اكس 1660 سوبر ولا الجي تي اكس 1660 تي اي؟ عايز أقولك إنه حرفيا الجي تي اكس 1660 تي اي أحسن من الجي تي اكس 1660 سوبر بنسبة 1% بس. يعني لو هتجيب أي واحد من الاتنين مش هيبقى فيه تقريبا أي فرق في الأداء، ودي الإحصائيات اللي طلعت وهي اللي بتقول كده. تاني سؤال من 3 اتش مدينا مواصفات جهازه بالكامل، بس احنا حاليا دلوقتي مش محتاجين غير اننا نعرف البروسيسور، والبروسيسور اللي عنده i7 3970X. اعلى كارت ممكن تركبه مع البروسيسور ده هو الجي تي اكس 1660 سوبر نسخة ال6 جيجا من انفيديا. لو ركبت كارت زي ال RTX 2060 هيبقى فيه نسبة عنق زجاجة تقريبا 15%، فانت ممكن تركب الجي تي اكس 1660 سوبر ومش هيبقى فيه اي عنق زجاجة نهائي، انما لو ركبت ال RTX 2060 هيبقى فيه عنق زجاجة بنسبة 15%. السؤال اللي بعده جاي من دكتور امير عادل، بتقول: هل ينفع تركب ال RTX 2070 مع كورت ديو؟ الإجابة هي شبه مستحيل، لأن نسبة عنق الزجاجة مع كارت الشاشة ده هي 62%، يعني تقريبا أكتر من 50% من أداء الكارت هيروح، لأن البروسيسور ده أصلا قديم جدا، يمكن من سنة تقريبا 2006. أقل بروسيسور يركب مع الكارت ده من غير ما يسبب أي عنق زجاجة هو الكور i5 9500F، أو بمعنى صح كور i5 جيل تاسع. السؤال اللي بعده جاي من ياسين، بيسأل: ايه انسب كارت شاشة لمعالج AMD A12 Pro؟ عايز اصحح لك حاجة يا ياسين، المعالج اسمه AMD Pro A12 وانت محددتش جيل المعالج، بس خلينا نفترض انك قلته. عندك كارت الجي تي اكس 1050 تي اي وده منتشر جدا وممكن تلاقيه بسهولة وممكن تلاقيه بحالات كويسة، او عندك كارت شاشة تاني من AMD هو ال RX 580. الكارت ده ميزته ان هو 8 جيجا، و8 جيجا ده كافي جدا لمعظم الالعاب دلوقتي. عيب الكارت ده بس 3 حاجات عن الجي تي اكس 1050 تي اي، لان الار اكس 580 للاسف بيبقى تعدين، يعني بيبقى جاي من بره حالته مش بتبقى احسن حاجه وبيبقى مهلك، فلو لقيته بحاله كويسه يبقى كويس، بس احتمال هتواجه مشكلتين تانيين. لو عندك الكيسه ما فيهاش تهويه كويسه الكارت هيسخن جامد، ولازم الباور بتاعك ما يقلش عن 500 واط فعلي عشان يقدر يقدم الاداء الكافي للكارت. فانت عندك اختيارين، يا اما الجي تي اكس 1050 تي اي يا اما الار اكس 580. لو انت الباور بتاعك مش قد كده والتهويه عندك في الكيسه مش احسن حاجه ارشح ليك الجي تي اكس 1050 تي اي، لكن لو عندك تهويه كويسه وباور كويس يبقى انصح لك الار اكس 580 لو لقيته بحاله كويسه. السؤال اللي بعده بيقول: عايز كارت شاشة مناسب للاي 5 6500 بس يكون رخيص. ارخص كارت شاشة كويس ممكن تجيبه هو كارت الار اكس 550، وفي عندك الجي تي اكس 750 تي اي، لكن للاسف الجي تي اكس 750 تي اي اسعاره مبالغ فيها، فحلك هو كارت الار اكس 550. هتقدر تشغل بيه العاب زي جي تي 5 وفالورانت وبيس 2021. السؤال اللي بعده جاي من محمد ابو غنيمة، بيسأل بيقول: نفس امكانيات بالظبط ايه التعليق اللي قبله؟ اعلى كارت ممكن تجيبه للبروسيسور الاي 5 6500 هو كارت الجي تي اكس 1650 سوبر نسخة ال4 جيجا من انفيديا. الكارت ده لسه لغاية دلوقتي في 2025 بيقدم اداء ممتاز في معظم الالعاب. السؤال اللي بعده من انونيموس: مين احسن مع معالج رايزن 5 3600، الجي تي اكس 1660 ولا الجي تي اكس 1070؟ الجي تي اكس 1070 يتفوق على الجي تي اكس 1660 بنسبة 16%، غير كمان ان الجي تي اكس 1070 8 جيجا في رام، انما الجي تي اكس 1660 6 جيجا في رام بس، وذلك مع ان الجي تي اكس 1070 نازل في سنة 2016 والجي تي اكس 1660 نازل في سنة 2019. فانت لو حابب ان الكارت اللي تكون تجيبه يكون احدث حتى لو اضعف حاجة بسيطة
فتوجه للجي تي اكس 1660. لكن لو انت عايز كارت اقوى حتى لو اقدم شوية فتوجه للجي تي اكس 1070. السؤال اللي بعده من ضياء بيسأل: هل كارت الاي 5 9500 ينفع يركب مع الجي تي اكس 970؟ الإجابة هي مفيش أي عنق زجاجة خالص، مفيش أي حاجة تكبت أداء الكارت هيشتغل مع البروسيسور والدنيا هتبقى زي الفل. كل الأسئلة اللي جاوبناها دي كانت جايالي من تيك توك. في سؤال واحد بس حرفيا اللي جالي من على يوتيوب. في سؤال جايلي من أحمد شين 1 يه 4، بيقول لي إنه مش مركب كارت شاشة وفي صوت وصورة طالعين، إزاي ده؟ الإجابة يا سيدي وبكل بساطة هي إن البروسيسور بيحتوي على كارت شاشة مدمج. أيوة زي ما سمعت كده، بس مش كل البروسيسورز. يعني مثلا في بروسيسورز فئة الاف من انتل ما فيهاش كارت شاشة مدمج، يعني انت لو ما ركبتش معاها كارت شاشة الجهاز لا هيعرض صوت ولا صورة. لكن غير كده البروسيسورز معظمها دلوقتي فيها كارت شاشة مدمج، لكن ما انصحكش بيه لو انت بتلعب لانه اضعف بكتير من كارت الشاشة الخارجي. السبب اني ما قلتش اسعار كروت الشاشة في الفيديو ان اسعار كروت الشاشة في مصر مش ثابتة ابدا، بس لو قلنا تقريبا الاسعار التقريبية فهنقول بالترتيب كده: الجي تي اكس 1660 العادي ممكن تلاقيه في رينج من 6000 ونص ل 7000 ونص، وال 1660 سوبر هتلاقيه في رينج من 7000 ونص ل 8000. اما بالنسبة للار تي اكس 2070 فهتلاقيه تقريبا في رينج من 10000 ل 12000 جنيه، والجي تي اكس 1070 هتلاقيه تقريبا في رينج من 6000 ل 6000 ونص. الار اكس 550 هتلاقيه تقريبا في رينج من 2000 ل 2500. اما بالنسبه للجي تي اكس 1050 ممكن تلاقيه في رينج من 3000 ل 4000. اما بالنسبه للار اكس 580 نسخه ال 8 جيجا لو لقيته بحاله كويسه فانت ممكن تجيبه من سعر من 3000 ل 4000 جنيه. كده جاوبنا تقريبا على معظم الأسئلة اللي جات لي على الفيديوهات بتاعتي. لو عندكم أي أسئلة تانية اكتبوها لي تحت الفيديو ده، ممكن نعمل جزء تاني. وبس كده يا شباب، دي كانت نهاية الحلقة. أتمنى لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واستنونا في الحلقات الجاية. سلام.